السلام عليكم، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم فيديو تاع اليوم بالخير ولهنا. وصفة تاع اليوم وصفة بطاطا كوشة، وشكون اللي فينا ما يحبش بطاطا كوشة؟ هذه الوصفة راح تجيكم بنينة، راح تكون معسلة يعني بنتها بنة على طريقة المطاعم. ما كنت راح نشارك معكم الفيديو ومن بعد قلت لي معلا ما نشاركش، غالياتي يستاهلوا الوصفة هذه، كاين اللي يعرفها وكاين اللي لا. يعني وصفة بزاف بنينة. قبل ما نروح نشوفوا طريقة التحضير، غالياتي اللي إذا أول مرة تزوري قناتي مرحبا وألف مرحبا، شرفتيني. ما تنسيش ديري لي هذاك الجام فضلا وليس أمرا، هكا باش يلحق الأكبر عدد ممكن من الناس. خلينا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله. اول حاجه غاليتي هنايا نجيبوا كميه من البطاطا. انا لهنا استعملت كيلو تاع بطاطا، انتوما راح تستعملوا الكميه اللي راح تكفي العائله تاعكم. شوفوا نقطعوا لهنا البطاطا تاعنا على شكل دوائر، وهذوك الدوائر كي نقطعوهم ما يكونوش يعني خشان بزاف وما يكونوش رقاق حتى يبان لنا الموس من تحتها، يعني نقطعوهم متوسطين كما راكم تشوفوا فيا. لهنا ماذا بكم غاليات اذا توفر عندكم بطاطا تكون حبيبه تاعها اصغر، ما يكونوش كبار كما اللي راهم عندي، هكا باش يجيكم الدوائر يكونوا متساويين وتقدروا تتحكموا في الحجم تاعهم. نقطع غالياتي البطاطا تاعي ونرجع لكم. بعد ما قطعت البطاطا تاعي هكا شرائح او جوانح كما راكم تشوفوا، راح نبدا نتبل فيها. يعني هذه هي التتبيله اللي راح تعطيها بنه فوق بنه. شوفوا هنايا استعملت 4 ملاعق تاع زيت، يعني حوالي 4 كاس ولا 5 ملاعق، حوالي 4 كاس. استعملت هنايا ملعقه تاع طماطم مصبره، ملعقه تاع كمون، استعملت لهنا توابل الدجاج، يعني التوابل اللي توفروا عنكم تقدروا تستعملوهم. استعملت هنايا نصف ملعقه تاع فلفل اسود كما راكم تشوفوا، واستعملت لهنا ملعقه تاع توابل اللحم، ما كاش متوفر عندي العكري استعملت توابل تاع اللحم. شوفوا تاني استعملت لهنا شويه تاع كركم، يعني هذه التوابل راح يعطونا هذيك البنه، راح البطاطا تتشربهم كامل، يعني هذيك هي البنه اللي راح يعطوها لنا. مش راح نضيف لهم تاني كميه من الملح، تقدروا تستبدلوها بمكعب تاع جومبو. انا لهنا عندي الملح استعملت الملح، وانتم اختياري تستعملوا يعني الجومبو. هنايا راح نستعمل يدي. شوفوا سرعت لكم الفيديو هكا باش الفيديو ما يكونش طويل عليكم. نبدا نخلط ونحاول ندخل هذوك التوابل كامل في البطاطا. يعني تقدروا تستعملوا هاد التتبيله ساعه او نص ساعه، يعني كما تقدروا تستعملوها عادي وتلوحوها ديريكت في الفور. انا يلا هنا استعملتها ولحتها ديريكت في الفور، يعني ما استنيتش. نخلي البطاطا تاعي على جنب، وباش نجيبو لهنا نجيبو حبه تاع بصل تكون كبيره. انا لهنا استعملت يعني حبه ولقيتها فيها 2 حبات، حبه تاع بصل كبيره. نتوما استعملوا اذا كان عندكم البصل صغيره استعملوا حبه، اذا كان البصل تاعكم عفوا اذا كانت البصل تاعكم صغيره استعملوا 2 حبات، واذا البصل تاعكم كبيره استعملوا حبه. شوفوا نقطعوها بهذا الشكل، يعني على شكل دوائر كما راكم تشوفوا هكا، باش دائما ما نستغناوش على البصل يعني في الماكله تاعنا. كما تقدروا تاني تربيوها في الاشوار ولا ديروها يعني ترحوها عادي بالبراميكسور، من الاحسن تخلوها شرائح هكا كما راكم تشوفوا. بعد ما قطعت البصل تاعي لهنا جبت حوالي 4 حبات تاع طماطم ونقطعها تاني شرائح يعني دائريه كما راكم تشوفوا. نقطع هذوك 4 حبات تاع طماطم تاعي باش نضيفوهم، باش هذاك الطماطم والبصل يطلقوا لنا هذاك الماء، والبطاطا تاعنا تشرب هذيك التتبيله. نقطع الطماطم تاعي ونحطها على جنب ونرجع لكم حبيباتي الغاليه. شوفوا البنات، بعد ما قطعت البطاطا تاعي وتبلتها وقطعت البصل تاعي وقطعت هذيك الطماطم، نجيب هذيك البطاطا تاعي ونحطها عفوا البطاطا تاعي ونحطها في سنيوه تاع الفور. انا يلا هنا استعملت ورق الطهي لانه السنيوه تاعي قديمه، نتوما تقدروا ما تستعملوهاش. شوفوا نوزع كامل هذيك البطاطا في السنيوه تاعي ونحاول هذيك التتبيله تتوزع كامل كما راكم تشوفوا.
نجيب هنايا الشرائح تاع البصل تاعي ونبدا نوزعهم ونحاول نفتحهم شويه شويه هكا فوق البصل، فوق البطاطا تاعي راح تعطينا بنه وراح تطلق لنا هذاك الماء تاعها. يعني كيما قلت لكم تقدروا تستعملوها مرحيه، تقدروا يعني تخلطوها مع التتبيله، ترحيها براميكسور وتخلطيها مع التتبيله. بصح من الاحسن انه تقطعيها هكا شرائح باش يعني تعطيك جمال للطبق تاعك وتعطيك بنه. شوفوا البنات كما راكم تشوفوا هكا حطيت البصل تاعي، انتوما تقدروا تضيفوا الحاجه اللي راكم حابينها. انايا استعملت الطبق هذا يعني في المطاعم، هذه هي الطريقه اللي يطيبوا بها هذيك البطاطا اللي كنروحوا ناكلوا برا، تعجبنا بزاف ونتمنوا انه نطيبوها. نضيف لها لهنا الشرائح تاع الطماطم كما راكم تشوفوا هكا. حنحاول نوزعها كامل في السنيوة تاعي. شوفوا يعني الطبق مازال ما طابش وشوفوا الجمال تاعه. هنايا عندي شويه تاع دجاج، نتوما تقدروا تستغناو على الدجاج. انا كان عندي هاد شويه تاع الدجاج جاوني الضياف يعني استعملته. عندي لهنا حبيبات تاع زيتون خضر كما راكم تشوفوا، يعني هادو الاضافات اختياريه، يعني تختاري واش ديري انتيا. نضيفوا لها لهنا كاس تاع ماء كما قلت لكم البنات، كاس تاع ماء. هذا الماء راح يعاون البطاطا تاعنا يعني تطيب وما تطولش كما راكم تشوفوا. انا زدت ملحت شويه هذاك الدجاج ونخلوه نحطوه في الفرن حوالي ساعه على 180 درجه، ونبقاو من داك نطلوا عليه هكا باش يطيب لنا الوسمو. نغلفوه باش يطيب لنا الطبق تاعنا، نغلفوه بالالومنيوم هكا باش يتشرب لنا كامل هذاك البخار، والبطاطا تاعنا تستوي من الفوق ومن التحت بلا ما نضلوا نشعلوا لها من الفوق برك باش تتحمر لنا. كما راكم تشوفوا غالياتي نغلف كامل الطبق تاعي ونلوحه في الفرن ونرجع لكم بعد ما يطيب الطبق تاعنا. البنات هاوليك الطبق تاعي بعد ما طاب، الدليل لهنا حوالي 45 دقيقة. شعلته من الفوق حوالي ربع ساعة باش يتحمر لي هذاك الدجاج ويعطيني هذاك القرمشة للدجاج تاعي. شوفوا غالياتي بنين الريحة تاعو هذيك التتبيلة معسل. نعتذر انه المقطع كي كنت نرفد في البطاطا تحذف لي، نطلب منكم المعذرة. شوفوا هوليك الطبق تاعي يعني رائع بنته بنة. شوفوا هذا الطبق تتعشوا به برا ولا تدوه معكم للبحر ولا يعني لضيافكم، يعني طبق بزاف بنين. ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تجربوه. اذا عجبك الفيديو غالياتي شرفوني وما تنسوش تضغطي على زر الجرس هكا وتخلوا لي جام وتعليقاتكم، ونلتقي في فيديو اخر. وما عليا نقول لكم غير السلام عليكم، الى اللقاء.